تخيل إن عامل نظافة مجرد فراش يمسح الأرضيات يتصل برئيس أكبر شركة في العالم ويقول له عندي فكرة بمليار دولار. ريتشارد مونتانيز كان مهاجر فقير يشتغل في مصنع تشيتوس. وظيفته كانت بس ينظف الزيوت من تحت الآلات. في يوم الآلة تعطلت وطلعت كميات كبيرة من التشيتوس بدون نكهة وبدون طعم جبنة. بدال ما يرميها، ريتشارد أخذ كيس للبيت وجته فكرة مجنونة. ليش ما نحط عليها خلطة حارة مثل ذرة الشوارع المكسيكية؟ الخلطة كانت نار، طعم لا يقاوم. ريتشارد جمع شجاعته واتصل بالرئيس التنفيذي للشركة مباشرة. السكرتيرة كانت مصدومة. أنت مين؟ عامل النظافة وتبغى تكلم الرئيس؟ لكن الرئيس وافق يعطيه 10 دقايق. ريتشارد ما كان عنده فلوس يشتري بدلة، اشترى كرافتة بريالين ولبسها ودخل غرفة الاجتماعات وهو يرجف. وزع عليهم الأكياس اللي سواها في مطبخه. المدراء أكلوا، سكتوا لحظة وبعدين وجوههم احمرت وانبهروا. المنتج نزل السوق باسم فليمينج هوت تشيتوس وصار أنجح منتج في تاريخ الشركة كلها. عامل النظافة ترقى وصار نائب رئيس الشركة وألف كتب، وهوليوود سوت فيلم عن حياته. الدرس: لا تخلي مسماك الوظيفي يحدد قيمتك أو يقتل أفكارك. هذا ريتشارد مونتانيز والمنتج هو التشيتوس الحار.